نقلت جريدة الشروق الجزائرية عن مسؤول رفيع في الدولة لم تذكره بالاسم أن للجزائر 3 شروط لفتح الحدود مع المغرب، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية المغربي الذي قال إنه لا يعلم سبب إبقاء السلطات الجزائرية الحدود مغلقة منذ 19 عاما. ويتضمن الشرط الأول ما وصفه المسؤول الجزائري بحملة التشويه الإعلامي حيال الجزائر، إلى جانب التعاون الفعال لوقف ما يراه المسؤول الجزائري هجوما ضخما على البلد باستعمال المخدرات، وكذلك اعتراف المغرب بموقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية والتوقف عما يراه المسؤول الجزائري سعيا إلى تغيير قواعد الاتفاق الذي توصل إليه البلدان. من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب الجزائري العربي ولد خليفة إن بلاده ليست طرفا في النزاع حول الصحراء الغربية ولا توجد لديها أي مطالب ترابية فيها، مضيفا أنه من غير المقبول أن يطلب من الجزائر أن تتنازل عن المبدأ الأممي. وأكد رئيس المجلس الوطني الشعبي خلال افتتاح أعمال ملتقى دولي حول حق الشعوب في تقرير المصير عقد بالعاصمة الجزائرية، شدد على ضرورة توثيق أواصر الأخوة والتقارب مع الشعب المغربي، إلا أنه ألح على ضرورة تقرير مصير الصحراويين دون أن تنتظر منهم الجزائر جزاء على حد قوله. ينضم إلينا من واشنطن السيد يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي. سيدي، كيف يمكن أن يكون رد فعل المغرب، أو ما هو رد فعل المغرب على الشروط الجزائرية الثلاثة؟ أولا، نحن دائما راهنا على بناء اتحاد مغاربي، وسبق لجلالة الملك محمد السادس أن طلب من جميع القادة المغاربيين إنشاء نظام مغاربي جديد يحترم المتبادل وعلى ضرورة وإرادة سياسية قوية لبناء المغرب العربي. الجزائر كذلك دولة مهمة في المنطقة، يجب على كل حال أن نبني معها شراكة قوية قوامها الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. اليوم بناء مغرب عربي ب5 دول أصبح ضرورة أساسية بالنسبة للمستقبل. أنا لا أريد أن أعلق على الموقف الذي جاءت به الجزائر. أنا أقول أن الآن لدينا الآليات في إطار اتفاقية اتحاد المغرب العربي بمراكش، آليات يجب تفعيلها من أجل خلق فرص للتنمية الاقتصادية لجميع الدول المغاربية في المنطقة. يجب علينا أن نبني مستقبلا. طيب، في الوقت سيدي الوزير المنتدب، في الوقت الذي يتحدث الطرف الجزائري عن وقائع محددة بعينها مثل وقف حملات التشويه ضد الجزائر، مثل عدم استخدام المخدرات أو التعاون الفعال لوقف ما يراه المسؤول الجزائري هجوما ضخما على الجزائر باستخدام المخدرات، مثل اعتراف المغرب بموقف الجزائر من قضية الصحراء، هذه وقائع محددة نود أن نسمع ردا عليها محددا، لا حديث عن آليات، حديث عام عن آليات للحوار بين الجانبين. لا فيما يخص هذا الموضوع المخدرات غير صحيح. الآن المغرب له سياسة لمكافحة يعني الهجرة السرية والمخدرات. ليس لنا أن نأخذ أي دروس من أي أحد. المغرب ملتزم لبناء فضاء مغاربي، هذه هي الأولوية. أما فيما يخص قضية الصحراء، فالمجلس الأمن الأمس كان واضحا. أولا أكد وشجع بكل ارتياح المجهودات التي يبذلها المغرب من أجل الحل السياسي. طلب من جميع الدول بما فيهم الجزائر أن تلتزم بالحوار السياسي والمفاوضات. كذلك أكد المجلس الأمن على أن الوضع في مالي هو في الحقيقة تحدي يجب أن نواجهه كلنا كمغاربة. وكذلك طلب من الجزائر، وهذا مجلس الأمن، أن تساهم وأن تتعاون مع المفوضية العامة للاجئين لإحصاء اللاجئين الموجودين بتندوف. هذا قرار نحن نشجله بكل ارتياح. هذا المسار السياسي داخل الأمم المتحدة سنبقى دائما
بإرادة سياسية قوية لخلق جو جديد مع الجزائر لبناء اتحاد المغرب العربي. شكرا جزيلا للسيد يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، كان معنا من واشنطن. شكرا جزيلا لك.